وغسان كنفاني ليس كاتبا فقط، وإنما هو مناضل ضحى بدمه من أجل قضية فلسطين، حتى أنه في كل ما كتب، سواء في الروايات من رجال في الشمس إلى ما تبقى لكم، إلى العاشق، إلى عائد إلى حيفا، كان يعبر عن نضال الشعب الفلسطيني ومكافحته ضد الاحتلال الإسرائيلي. غسان كنفاني علامة فارقة في الأدب الفلسطيني، وهو يمكن أن نقول عنه بأنه أحد مؤسسي الرواية الفلسطينية الواقعية، رغم أنه انتقل من الواقعية إلى الرمزية وإلى تيار الوعي، وخاصة في ما تبقى لكم، في رواية ما تبقى لكم. وهو في تاريخ الأدب الفلسطيني يذكرنا بتاريخ بالأدب يعني الطاهر والطار بالأدب الجزائري، أو حنميني في الأدب السوري. هؤلاء هم رواد الواقعية الاجتماعية في الأدب العربي. وله كلمة مشهورة جدا: هناك رجال يولدون في أرض المسؤولية كما ينبت الشجر في الأرض الطيبة، وعلى هؤلاء الرجال إعادة المجد للكلمة. مشهورة هذه كلمته التي ضحى من أجلها بدمه وروحه فداء لفلسطين. وسواء كان حياته في الصحافة أو في الأدب أو في المسرح، كان نبراسا للمناضل والكاتب الذي نجله ونحترمه في جميع الأزمان وفي جميع الأوقات. التحية لروحه، والتحية للشهداء الفلسطينيين، والتحية إلى المعتقلين الفلسطينيين، وإلى جميع المثقفين الذين عملنا سوية معهم إبان الاجتياح الإسرائيلي في بيروت 82. وأصدرنا على مدى شهرين مجلة المعركة التي يروسها، يكتب في ترويستها الشاعر أراغون اللعني على المحتل، وليمزق الرصاص قلبه وليبقى مذعورا إلى أبد الآبدين.